السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب تالتة ثانوي دفعة 2024. خطة عملنا السنة دي ماشية ازاي؟ أولاً هتكلم على 3 حاجات أساسية، بالنسبة للطلبة اللي بتتابعني على اليوتيوب، بالنسبة للطلبة اللي أوريدي هتبدأ معايا في خلال الأسبوع ده، بالنسبة للطلبة اللي هيظهر معاه مشاكل مع المدرسين بتوعها يتصرفوا ازاي، وطلبة الأونلاين كده كده هيقدروا يتواصلوا مع رقم التليفون برضه اللي هاسيبه لكم في آخر الفيديو لو عندك أي استفسار تقدر إن أنت تتواصل معايا، وبرضه أي حد من حضراتكم يقدر إن هو يتواصل مع رقم التليفون من خلال واتساب أو من خلال الكول، الموضوع بالنسبة لنا سهل. من 10 صباحا ان شاء الله باذن الله لغايه الساعه 10 مساء. اولا نبدا واحده واحده. بالنسبه لطلبه اليوتيوب، اول حاجه زي ما احنا متعودين الحمد لله رب العالمين بقى لنا سنتين دلوقتي كل ما يخص منهج الفيزيكس متواجد عندك. يعني معنى كده ان حضرتك مش هتنزل لنا فيديوهات جديده، الناس لو بصت على القناه هتلاقي ان احنا كل سنه لازم بننزل فيديوهات جديده. فيديوهات السنه دي هتعتمد على شرح وحرق افكار ما قلناهاش في الفيديوهات اللي قبلها، بحيث يبقى عند حضرتك ارشيف كامل للماده من الاول للاخر. يعني السنه اللي قبلها في افكار اتحرقت، السنه الاولى كان في شرح فقط لا غير، السنه دي هيبقى عندنا شرح وافكار اعلى وهكذا، بحيث ان انت تقدر تتعرض للموضوع بتاعك باكتر من شكل. يا مستر كده مش هنلاقي وقت كفايه ان احنا نقدر نتابع حضرتك في الفيديوهات القديم والجديد. لا، حضرتك لو بصيت على الفيديو هتلاقي ان احنا بحمد الله رب العالمين ما فيش عندك فيديو بيزيد عن نص ساعة، وده تحدي أصلًا إن أنت تلاقي المنهج بتاعك وهتقدر تفهمه على فكرة، وهتقدر تحل معايا في خلال نص ساعة، الحمد لله. يعني نص ساعة إيه، إحنا أحيانًا ما بنكملش 25 دقيقة في الفيديو، فده بالنسبة لحضرتك هيبقى الموضوع سهل جدًا. يعني أنت تقدر تراجع الشابتر من أوله لآخره في خلال 4 أو 5 ساعات بالتفاصيل، وكل جزء هتلاقيه في فيديو لوحده بالحل بتاعه. ده بالنسبة طبعًا لطلبة اليوتيوب. طب بالنسبة للطلبة اللي متواجدة معايا، كالعادة طبعًا زي كل سنه الحمد لله رب العالمين اتمنى من كل قلبي ان دفعه 24 تبقى محققه نفس الدفعه اللي فاتت. الدفعه اللي فاتت عندي فيها طلاب وصلوا ل 60 من 60 فيزيكس، وده رقم الى حد ما يمكن مستحيل او مش متواجد عند مدرسين كتير او مع طلبه كتير. انا مش بنسب الفضل ليا بصراحه، الطلبه اللي حققت 60 من 60 فيزيكس كانوا اساسا من اكتر الطلبه اللي بذلت مجهود، ويمكن انا اعرفهم من اول اولى ثانوي، فربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم ويفرح بيهم اهلي. طيب بالنسبه لحضراتكم الدفعه، انا عايزكم ان انتم تبقوا فاهمين ومستوعبين يعني ايه ثانويه عامه، وعشان ما ارجيش معاكم في الموضوع هو كده كده احنا قلناه في الفيديو اللي قبل ده على طول، تقدر ان انت ترجع له. انت كطالب تبقى خطتك عامله ازاي. انا كتيتشر معاك بقى في ماده زي الفيزيكس، الواو، القنبله، الكلام ده كله، اللي انتم ما تعرفوش ان سبب من اسباب ظهور القناه دي عندكم اصلا ان انا من المدرسين اللي بعشق مجال الفيزيكس ده اصلا ودخلته حب. فبالتالي كان لازم اوصل للطالب ان ماده زي كده هي بمنتهى السهوله ونسبه عاليه بس من استيعابك وفهمك وتركيزك هتقدر ان انت تقفل الماده بسهوله. فتقدر ان انت حتى لو مش هتحضر معايا اصلا قدامك القناه بشكل مجاني لكل الناس، وده يمكن اتمنى ان هي تبقى صدقه جاريه على روح البني ادم لما يتوفى. فبالنسبه لي دعوه حلوه دي بتكون كفايه، والقناه دي هتفضل مستمره معاكم حتى لو انا ما استمرتش. حاجه كمان مهمه جدا، طلبتي اللي موجوده انا كده كده ليا سيستم مختلف في التعامل. انا بحب ان انا اتعامل مع عدد قليل من الطلبه في الجروب الواحد، يمكن ما بتتجاوزش المجموعه 10 طلاب للمجموعه الواحده. فده بيخلّيني على دراية أنت بتهرش إزاي، مش بتفكّر إزاي، عكس لمّا تكون بعيد عني أو الكلام ده. واحد هيقول لي: يا مستر ما أنت لسه قايل أونلاين. لأ، ما هو الأونلاين عندي بيكون عن طريق Zoom meeting، يعني كده كده برضه هابقى شايفك وهتتفاعل معايا بشكل إجباري. طيب بالنسبة للطلبة ودي اللي بتحصل دايمًا، دايمًا، دايمًا كل سنة، حضرت 4، 5 حصص مع س أو ص أو ع من الناس ولقيت نفسك أبيض يا ورد، ما فيش physics. ويمكن للأسف الشديد أنا ألاقي الكلام ده دلوقتي في بعض الteachers بدأوا من أسبوعين. الناس طبعًا حاسة إن الدنيا أبيض يا ورد ومش فاهمين أي حاجة. هل في إمكانية إن يكون في مواعيد تانية؟ الحمد لله رب العالمين أنا السنة دي قدرت إن أنا أوفّر حصة في منطقة فيصل وحصة تاني في منطقة المهندسين من خلال سنتر تعليمي. يا مستر العدد بتاعنا برضه مش هيكون كتير، يعني أنا في خلال ما هاقفل ميعادي على 10 طلاب أو 15 طالب maximum بالنسبة لي هاكون قفلت الميعاد ده، ولو عندي إمكانية لفتح ميعاد جديد هافتح. ببساطة طب يا مستر الحصص اللي فاتتنا مع حضرتك أنا كده قُلت ده ميعاد جديد فalready هافتح فيه من أول منهجنا، فبالتالي ما تبقاش قلقان من أي حاجة، وإن شاء الله بإذن واحد أحد ربنا يقدّرني وأفضل واقف معاكم من خلال التعامل المباشر ما بيني وما بينكم، أو حتى من خلال تعاملكم من خلال قناة اليوتيوب. أتمنى في الحالتين، أنا هدفي في الأول أو في الآخر إن أنتم تحققوا درجة كويسة في المادة، وعندكم القناة تقدروا إن أنتم تبصوا فيها على أي حاجة هي ناقصاكم، والفيديوهات دي موجودة ما تقلقش مش هتتمسح لا في أول السنة ولا في آخرها. السنترين اللي موجودين عندنا سنتر في المريوطية فيصل، أنا مش متذكر اسمه يا محمد اسمه إيه؟ أكاديمية اللواء ده في المريوطية فيصل، وفي سنتر تاني في شارع السودان ده سنتر فيكتوريا. في الحالتين طبعًا لو أنت أي تفاصيل أي حاجة من الكلام ده كله تقدر إن أنت تتواصل معايا مع رقم التليفون هيظهر معاكم، أو يمكن يكون ظهر في الثانيتين اللي قبل دول كمان. أتمنى أكون قُلت الموضوع بإيجاز. طبعًا طلبة أولى وتانية يا مستر أنت ناسينا، لأ طبعًا فيديوهات بتاعتكم موجودة،
وان شاء الله باذن واحد احد من الشغالين احنا على الموضوع ده دلوقتي ان احنا نفتح مواعيد الاولى وثانيه، فطبعا تقدر ان انت حضرتك تستفسر عن اي حاجه من خلال رقم التليفون. اشوفكم على خير يا شباب، واتمنى بجد التزموا بالخطه اللي موجوده في الفيديو اللي قبل ده علشان هيفرق معاكم كتير. اتمنى بجد، واتمنى ان انتوا اخر السنه تفرحوا. الفرحه بتبقى بالمجموع اللي انت جبته، وان مجهودك اللي انت بذلته حققت بيه، مش فكره الكليه خالص، هي فكره ان انت تحس بفرحه ان مجهودك حقق حاجه. اشوفكم على خير، وما تنسوناش بقى من دعوه حلوه.